هو احنا هنشتري العقارات في مصر بالدولار؟ في مصدرين قالوا للبنوك مباشر ان البنك المركزي المصري مع وزارة الاسكان بيدرسوا بيع الوحدات العقارية بداخل مصر للمصريين والاجانب بالدولار. وفي مسؤول في وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قال ان الوزارة بتدرس وضع ضوابط مع المركزي لبيع الوحدات بالدولار للمصريين والاجانب. طبعا ده طلب من المطورين العقاريين بقاله فترة، واولهم كان ساويرس. والفكرة فيه ان المطور العقاري بيشتري وحدات كتيرة وحاجات كتيرة للمشاريع بتاعته بالدولار، زي التكييفات، الاسانسيرات وغيرهم. وعلشان يوفر دولار الموضوع ده بالنسبة له صعب، فلو باع الحاجات دي بالدولار هيبقى معاه دولار يقدر يشتري بيه الحاجات دي. جميل. مبدئيا كده القانون المصري بيجرم الموضوع ده، والسبب الاساسي ان ده اسمه دولارة. والدولارة في علم الاقتصاد حاجة مش لطيفة، اللي هو ان انت هتستخدم العملة الاجنبية للبيع والشراء بداخل الدولة بدل العملة الوطنية. من الاخر كده انت بتضعف دور الجنيه المصري. يا رب الخبر ده يطلع فنكوش وما يحصلش او ما ياخدوش الموافقة عليه، لان بصراحة النتيجة مش هتبقى حاجة لطيفة خالص.